الزمالك بيفوز على الاتحاد، بس جمهور الزمالك مش مبسوط. عارف ان انتوا لعيبه مالكوش امان، سلمه وسلمه لا. اما كان عندك عمرو السيسي ورؤى واللعيبه دي كلها واشباه اللاعبين الكوره دي، فانت ما خدتش بيهم بطولات لان دي لعيبه دون المستوى. فانت النهارده في الكونفدراليه لما جيت حطيت احمد حمدي مثلا وجيت ضفت كام لعيب فعرفت تاخد الكونفدراليه. فهنا الفرق في الكواليتي. لاعب زي مصطفى شلبي انت يا ابني عايز يعني انت عايز، احنا مش عارفين نلحقها منك ولا من ابراهيم انضاي ولا هنلحقها من مين ولا من مين. احنا مش مبسوطين يا جماعه، جمهور الزمالك مش مبسوط، مش هينبسط بماتش في الدوري. احنا بنلعب الاتحاد السكندري مش بنلعب اتحاد جده، فمش هنقيس نفسنا عليه. مش هقيس نفسي على الاتحاد، انا مش هقيس نفسي على الاتحاد. لما النهارده واحد زي الولد ناصر ماهر كوراجي هو صايع مفتح، ناصر ماهر لما زيزو ما يبقاش في يومه او زيزو يبقى ممسوك او زيزو يبقى مستواه سيء، فانت هتلاقي عندك كذا واحد من ضمنهم ناصر ماهر، عكس ما يبقى عندك زيزو وعندك ناصر ماهر. فانا بقول لك احنا مش مبسوطين لان الزمالك ما فيهوش لعيبه. الزمالك لعيبته دون المستوى باستثناء حمزه المسلوسي وابو الفتوح وناصر ماهر وزيزو، غير كده اردم. صبحي يرجع يقف يعمل نسيب، لا هات عواد يقف له ماتشين فيرجع يعمل نسيب. الاتنين حراس مش نافعين، الاتنين حراس ما يقفوش في كشك يبيعوا فيه طماطم، ما يبيعوش خضار. الاتنين ما يستحقوش يقفوا في الزمالك، انا بقول لك بكل امانه. فانت عشان تبدا تنافس عايز حارس يقدر يشيل الزمالك. في مصر حارس يقدر يشيل الزمالك؟ من الطبيعي لو دورته يعني واحد زي محمد، بس عنده يا عم ما عنده 32 سنه، ما انا جايب لعيب عنده 40 سنه وبيلعب في نص الملعب. انا بقول لك انا هجيب حارس مرمى، فالكلام ده ما يزعلش. الزمالك مش مؤهل انه يلعب في دوري ابطال افريقيا. هتروح تلعب ازاي؟ افرض انت رحت افريقيا دي وبصيت لقيت نفسك هتلاعب صن داونز في ملعبها، هتبقى ليله تين. بصيت لقيت نفسك هتلاعب مازيمبي، هتبقى لنا هباب على دماغنا. فاحنا مش مستحملين صدمات. في حوالي 11 لعيب بالاسامي محفوظين وانت مغمض هتقولهم، لازم يروحوا مراكز شباب او يشوفوا لهم شغلانه غير الكوره. من ضمنهم الاخ مصطفى شلبي. مصطفى شلبي يا جماعه من كتر الهجص اللي بيهجصوا فاحنا زهقنا. انا زهقت من لعيب زي مصطفى شلبي. تبص تلاقي ابراهيم انضاي مستواه تين وهباب، نجار مسلح بيلعب كوره. فاوعى مكسب حلو هيوديك في حته تانيه. احنا بنقول يا مسهل الحال يا رب نخش المربع الذهبي. انما انت بص بيراميدز النهارده 53 بونت. بيراميدز زي لاعب البلديه وسموحه، لو كسب بقى عنده 59 فده طار. والاهلي خلاص خلص افريقيا وفضل كل حاجه، وهتلاقيه حتى وهو وحش الاهلي بيعرف يكسب. الاهلي وهو سيء بيعرف يفنش في الدوري. فانت النهارده الدوري بعد عنك وعن المنافسه، فانت اقصى طموحك انك بتقول يا جماعه انا عايز اخد المركز الثاني. بص اقصى طموح جماهير الزمالك ان احنا عايزين نوصل للمركز الثاني، لان انا مش عايز العب في دوره رمضان دي كل سنه بتاعه الكونفدراليه. احنا حسسنا الناس وعرفناهم ان بطوله الكونفدراليه بطوله سهله. ليه؟ لان انت مش عارف تكسب في الدوري 3 ماتشات ورا بعض. انت الدور الاول خلص وعندك 28 بونت. انت فاهم يعني ايه دور بحاله؟ الزمالك لعبه عنده 28 بونت. فانت بتتكلم في حاجات غريبه. فلا الزمالك محتاج فلتره كامله لكل الفرقه. انت عايز فرقه بالكامل. كده عندك بيتقفل لك 2 وخميس، مين اللاعب النهارده اللي هيجيلك؟ فكل سنه الزمالك من سيء لأسوأ. وبقى لعيبه الزمالك راحه في طريق الكونفدراليه واما يحقق. لا يا عم لا، انا مش عايز العب في البطوله دي، انا مش عايز العب فيها خالص. لو مش هلعب افريقيا ما العبهاش. انا عايز اشارك يا عم في دوري ابطال افريقيا. مش
مش صعب عليك. لا تقيس نفسك على الاتحاد، لا ما قيس نفسي على الاتحاد. انما دي فرق الدوري، هو ده اللي بيضيع الدوري منك، هي دي الفرق اللي بتوقعك. فمش هيحصل حاجه يا عم الحاج، انت وهو لو نزلتوا كل ماتش عرفتوا تاخدوا فيه ال3 بونت، والله العظيم ما هيحصل حاجه. مش صعبه، مش صعبه. الاهلي قبل نهائي افريقيا لعب 4 ماتشات، جونه، اسماعيلي، اتحاد، بلديه، خد ال12 بونت، خد 12 بونت عشان يفضي نفسه لنهائي افريقيا. وبعد نهائي افريقيا يفضل الدوري بقى وشغلانته، ويجي يطرقع للدوري كله. اصل بيراميدز النهارده لو كسب 5 ماتشات ورا بعض فراح في حته تانيه، الدوري يعتبر هيبقى بيطير من الاهلي. فهل الاهلي هيسيب بيراميدز ان هي تكمل وتاخد الدوري؟ لا، بيراميدز ممكن تقع يا جماعه ماتشين 3. بيراميدز لو وقع ماتشين الموضوع اتحسم. حتى لو الاهلي باقي له 7 8 ماتشات مؤجلات، ما انا قلت لك الاهلي ميزته انه بيعرف يكسب حتى وهو وحش، بيعرف يكسب. انت اما تيجي تتكلم كوره النهارده اتكلم على تيم الزمالك مش عارفين يكسبوا ماتشين 3 ورا بعض. انا بكلمك في واقع، انا ما بكلمكش كلام من وحي الخيال، ما بقولكش ايه اللي هيحصل بكره، الله اعلى واعلم. انا بكلمك في واقع، الواقع بيقول ان الزمالك مش عارف في الدوري يكسب ماتشين 3 متتاليين، لان المكسب بيجيب مكسب، فانت مش عارف تعمل كده. فالموضوع سهل وبسيط، الموضوع لعيبه. عايز تنافس هات لعيبه، عايز تاخد بطوله روح هات لعيبه. ما تقوليش اصل ابراهيم انداي وجوميز كل مباراه مصمم على ابراهيم انداي. يا عم هو مش ريفالدو، الراجل ده بيضيعك. هو ضيعك يوم فيوتشر وضيعك يوم سموحه، مصر انك تلعبه. انت شايف فيه حاجه غير اللي احنا شايفينها؟ قولها لنا، قول لنا انت شايف في ابراهيم انداي ايه؟ بتسد بيه خانه؟ لا، في ناس تسد بيهم خانه احسن مليون الف مره منه. فتوح يتصاب طلع يا عم باك شمال من الناشئين، اكيد هيبقى احسن مليون الف مره من الاخ ابراهيم انداي. مصطفى شلبي لازم تمدوا له الاستغنى بتاعته من دلوقتي. ارجع يا ابني انبي، اقف في بنزينه في انبي في البترول. انت مش مستوى الزمالك، مش عيب، مش عيب. احنا جبناك الزمالك وانت فشلت، فارجع. في فرق ما بين الزمالك وما بين انبي، في فرق ما بين تيشيرت الزمالك وتيشيرت الاتحاد. مش اي حد يلعب في الزمالك والاهلي. المستويات كلها قريبه من بعض، لكن هتلاقي في عبد المنعم، هتلاقي في امام عاشور، هتلاقي في زيزو دلوقتي نط ما بينهم ناصر ماهر. دي لعيبه بتعرف تعمل فوارق. فما تجيبليش مش عارفه مين وتقول لي اصل احنا هنجربه. لا، ما هي بص، الكوره ما فيهاش تجويد، اللعيب بيبان من اول يوم. هات لي 2 في مصر يقدروا يختلفوا على امكانيات ناصر ماهر، هات لي 2 في مصر يقدروا يختلفوا على امكانيات امام عاشور، هات لي واحد يقول ان زيزو مش لعيب جامد او لعيب سوبر، مش هتلاقي. انما الاخ شلبي والاخ نداي والزناري وصبحي وعواد وياسر حمد وعدايه الطماطم اللي انتوا جبتوها حمضانه دي، شوفوا يا جماعه الناس دي ابعتوهم في اي حته، لان الموضوع هيبقى صعب. انت عندك سوبر افريقي رايح تلعبهم، لو رحت بالمنظر ده هيقلعوك هدومك. انا بقول لك من قبلها على مجلس اداره الزمالك، لو عايزين تكسبوا السوبر وتعملوا ماتش عالي قدام فرقه بطل افريقيا النهارده 4 سنين ورا بعض، روح هات لعيبه، لان لو رحت لهم كده هيشقلطونا. الموضوع سهل. اوعى تروح تلعبهم بالمنظر ده وتقول لي اصل ده ماتش الاهلي والزمالك ملوش مقاييس. لا، ليه مقاييس. التقيل بيبقى معروف انه تقيل، انما ده اسمه ماتش قمه. ما اعرفش مين هيكسب، انما في كفه بتبقى تقيل. كفه الاهلي النهارده لما بتكمل بامام وديانج وكوكا ومروان واسامه ابو علي ورضا سليم وتو الشحات لا، كفه مرعبه، مش كفه تقيله، كفه تلعب قاره بحالها، كفه مقفله قاره افريقيا. فروح هات لعيبه عشان تعرف تنافس الناس دي. الكلام ده لو يزعلك انت كزملكاوي تبقى انت مش عايز ان انت تكسبهم بقى، تبقى انت ماشي في الطريق الغلط. الزمالك محتاج صفقات، الزمالك محتاج اشرف بن شرقي، الزمالك محتاج طارق حامد وهو عنده 40 سنه يجي يلعب،
الزمالك عايز لعيبه تعرف تشيله، لان بالمنظر ده ما انا بقول لك انت مش عارف تكسب ماتشين في الدوري، فهتكسب دول ازاي؟ انت متخيل بقى ان انت راح تلعبهم سوبر افريقي؟ يا هتبقى حفله عليك يا انت بقى اللي بمزاجك انت وراحتك. شوف انت عايزها تمشي معاك ازاي. عايز تلعبهم ند لند، روح يا عم هات اشرف بن شرقي، حل مشكله القيد، حلها دلوقتي واعلن، عشان لما تروح تفاوض لعيب يبقى اللعيب مطمن. انت بتفاوض لعيب دلوقتي يمضيلك وانت لسه ازمه القيد ما اعلنتش ان هي اتحل. هات يا عم، ايه يا عم ابو طيب، حلوا معاه الدنيا. الراجل اللي انتوا رحتوا جبتوه ده، ولا اللي المجلس اللي فات راح جابه ده، اللي لعب كل ماتش بمليون دولار ده، ابو طيب ده جابوه منين؟ ده انا عايز اعرف جابوه من انهي مزرعه سعيده ده. فحلوا الموضوع يا جماعه، انقذوا الزمالك من اللي هيحصل ومن اللي بيحصل. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، واستنوني في ماتشات جايه كتير.